آه هي النهارده هنتكلم عن موضوع الحجاب والطهارة. إيه الفكرة في الحجاب في الإسلام؟ على فكرة بس عشان نبقى متفقين، مش الإسلام بس اللي فيه الحجاب، كل القبائل الطبيعية والناس اللي بتعيش في الطبيعة عندهم تغطية الراس، ورجالة وستات، مش بس الستات بس. تمام؟ إيه الفكرة؟ ليه الناس بتغطي راسها؟ إحنا لسه متكلمين عن موضوع الشاكرات وإن إحنا 7 مقامات والحاجات دي. الست علشان تفتح المقامات بتاعتها لازم رجل، لان هي في المقام الاول بتاع الجنس عشان ترتقي للمقام الثاني ده بالحمل. لما بتحمل بيتفتح عندها المقام الثاني. تمام؟ فبعد ما بتحمل بتبتدي وتخلف وتبقى يعني هي وهي صغيره بيبقى لسه في مقام الجنس، لسه طفله شابه صغيره. بعدين بتتجوز وبتحمل، فالمقامات اللي عندها بتفتح الثاني والثالث. تمام؟ بعدين لما بتخلف المقام الرابع عندها بتاع الحب بيتفتح لعيالها وتبقى ام وطريقه مش عارف ايه وبتاع. بعدين لما بتكبر شويه بتبتدي تبقى روحانيه وتبقى عايزه تزور آه الاماكن المقدسه وتحج والكلام ده كله، فالمقامات بتاعتها بتفتح لغايه لما خلاص بتبقى الطاقه بتاعتها قربت تعلى 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 تعلى، فبتروح لابسه الحجاب، تروح زي الحله اللي خلاص الميه عماله تسخن 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 بس خلاص فاضل تكه وتغلي، فبيروحوا مغطيين الحله عشان الطاقه تبقى جامده، تتركز جامد فتغلي، فالميه توصل تفتح المقامات العاليه. تمام؟ فهو الحجاب لما الست المقامات بتاعتها كلها بتفتح وتوصل ان خلاص فاضل لها تكه وتستنير، بتروح لابسه الحجاب مغطيه راسها عشان الطاقه تغلي وتروح فاتحه المقام السابع. تمام؟ وكذلك الرجل ان هو لما بيغطي راسه بيركز الطاقه، بيضغطها جامد عشان تفتح المقامات بتاعته اسرع. تمام؟ فاللي بيحصل دلوقتي من الحجاب اللي هو ما فيهوش اي علم، ما فيهوش اي فكره، ما لهوش اي ستوري، ما لهوش اي لازمه. لانه لو الميه اللي بتغلي في الحله ميه مش نظيفه وغلت على وساخه هتبوظ اكتر ما هتنفع. تمام؟ فالحجاب محتاج انه يبقى معمول برضه بالعلم، والست تبقى فاهمه امتى تلبس الحجاب وامتى ما ينفعش تلبس الحجاب. لو لبست الحجاب على طاقه ملوثه هيطلع مسخ، لكن لو اتلبس في التوقيت السليم بالطريقه السليمه في الحاله الروحانيه السليمه، ساعتها ده فعلا بيبقى الحجاب المقدس. تمام؟ تاني حاجه موضوع الغسل، احنا ليه بنغتسل بعد لما بنعمل سكس؟ آه الرجل لما او الست بعد لما بيبقى هو بيريد، لما عندها بيريد يعني، آه دي الست لما بيبقى عندها بيريد في الدم بينزل طاقة هبوط. تمام؟ الراجل لما بعد السكس ايجاكيوليت، ما بحب يعني anyway، السائل المنوي ينزل، ما اعرفش اقولها ازاي بالعربي، ايجاكيوليشن. بعد الايجاكيوليشن جسمه بيرتخي لانه الجسم طلع الطاقه دهيت فارتخى، فبقى انثى قوي الجسم. فلما بيخش يستحمى، الفكره في الحمى مش في الميه قد ما هي الميه الساقعه، لان الميه الساقعه بترم الجسم تاني، بتسحب الجسم تاني، بتخليه طاقه ذكر ينكمش تاني، فالطاقه ترتفع تاني، فيقدر ان هو يصلي ويقدر ان هو يكمل العبادات بتاعته، لان الطاقه بتاعته بعد ما انفلشت جامد وبقت انثى متطرفه وجسمه استرخى جامد، الميه الساقعه بتروح رمه جسمه وتخليه يبقى طاقه ذكر، وتروح مخلى الطاقه بدل ما كانت تنزل زي البيريود وزي الجاكيوليشن، خلت الطاقه ترجع تاني لفوق، طاقه صلاه او طاقه روحانيات او الكلام ده كله. هذه الفكره في الحجاب وفي الطهاره بالعلم برضه. تمام؟